بكم في برنامج كتب كتاب. يلا بينا نسمع قصة. أنا سعيدة بريماس وسعيدة بأحمد، وهحكي لكم النهارده حدوتة إيه؟ النعامة الجميلة. النعامة الجميلة، مين عارف شكل النعامة؟ أنا. إيه أجمل حاجة في النعامة إيه؟ طول والريش وإيه؟ والأجنحة وإيه؟ والرجل. سريعة جدا جدا جدا، مش كده يا أحمد؟ طيب الحدوتة في الغابة، كان بيحكم الغابة دي أسد، بس كان الأسد ده بقى بيحب الحيوانات والطيور بتوع غابته جدا، كان مهتم بالغابة بتاعته جدا وحريص على إن كل الطيور والحيوانات يبقوا كويسين وسعداء. وبعدين وهو قاعد مع أعوانه قال لهم أنا فرحان بالغابة بتاعتي، بس أنا عايز أحسسهم إن أنا سعيد بيهم وإن أنا فرحان بيهم جدا. قاعدين يفكروا معايا وبعدين راح قال لهم أنا عندي فكرة، أنا هعمل بينهم مسابقة اسمها من الأجمل. من الأجمل، مش الأجمل شكلا، لا الأجمل تصرفا، يعني حد يكون عمل حاجة حلوة جدا أفادت الغابة، أو حد يكون عمل رائع متميز يتقال له الله إيه العمل العظيم ده. وهديهم وقت معين، هقول في خلال مثلا كذا يوم او في خلال كذا اسبوع انا هشوف مين اكتر واحد عمل حاجه حلوه او اكتر مشروع اتعمل في الغابه. فعلا نزل بقى المنادي بتاع الحيوانات وقال لهم يا اهل الغابه في هنعمل مسابقه من الاجمل، وكل واحد هيحس انه عمل حاجه كويسه يجي يوم المسابقه ويقول لنا، واحنا هنختار في تحكيم وفي حكام هيقولوا مين الاجمل. وفعلا بدأ كل واحد يفكر يعمل ايه او ايه اللي عمله او يعمل ايه وايه اللي عمله. وفي اليوم المحدد وقفوا المتسابقين وجي الاسد والحكام قعدوا يشوفوا مين ايه اللي عمل احلى حاجه. بداوا بالترتيب وبالنظام، مش هرجله بقى كده، لا مشوا بترتيب وبنظام. فجت اول واحده مين؟ وقفت الطاووسه. قالت الطاووس، عارفين شكل الطاووس طبعا، وقف بقى بشكله الجميل كده وقال مولاي انا وزوجي وابنائي عملنا حديقه جميله جدا كلها زهور ونباتات، وعملنا المكان بحيث ان اي حفله نقدر نعملها في المكان ده، واي مكان عايزين نغير فيه جو هيكون المكان ده. قال لها برافو. اللي بعده جت بقى مين؟ الزرافه. قالت انا يا مولاي رحت على المكان اللي بنشرب فيه، وانا والنعامه شلنا كل الحاجات اللي هي فيه الورق والمخلفات اللي موجوده في مجرى الميه عشان يفضل نضيف ونشرب منه وهو نضيف. وكمان قعدنا نشرح للحيوانات والطيور اللي معانا ان احنا ما ينفعش نرمي حاجه في المكان بتاع الميه بتاعنا، فكده المكان اللي احنا بنشرب فيه هيفضل دايما ايه؟ نضيف. حاجه جميله قوي. جه بعد كده مين؟ الارنب والسلحفاه. قالوا احنا بقى لقينا حته فاضيه نعمل فيها سبق، وعلشان يتعمل سبق حطينا اماكن نبتدي منها السبق، وحطينا حروف علشان نبتدي منها السبق. يبقى كده المكان ده لو عايزين نعمل اي رياضه او اي العاب رياضيه هيبقى المكان ده ايه؟ موجود فيه. قال طب برافو. مين تاني؟ لقوا القرد بقى بيتنطط كده وقال انا كمان عملت حاجه. قال له عملت ايه يا قرد؟ قال له انا والغراب بدأنا نعلم الطيور والحيوانات اللي ما بتعرفش تقرا. قال له رائع، علمتهم ازاي؟ قال له في مكان فاضي رحنا جايين وجبنا ورق وجبنا حاجات وقعدت اعلمهم انا والغراب. طبعا انتوا عارفين ان الغراب من اذكى الطيور، مش كده؟ يبقى ربنا مدي كل واحد يا اولاد خلقه حاجه حلوه. صحيح شكل الغراب ريشه اسود ومنقاره وصوته، لكن ربنا مديله ذكاء غير عادي. ربنا دايما اما بيدي حاجات بيروح مدي حاجه احلى واجمل، مش كده؟
الاسد ايه، كان في حاجه ملاحظها غريبه قوي، ان كل شويه سنجاب يقرب ويرجع يمشي. سنجاب، عارفين السنجاب يا ولاد؟ اللي هو ديله حلو قوي قوي، وبياكل ايه السنجاب؟ بياكل ها اللي هو ايه يا احمد؟ بياكل ها ايوه بياكل اللي هو الاكل الشجر اللي هو البندق. برافو عليكي، بياكل البندق والمكسرات والحاجات دي. السنجاب بيحب قوي ايه، اللوز والبندق والحاجات دي. فايه قال له تعالى، انا كل شويه كنت الاقيك بتقرب من الصف وترجع تمشي تاني، تقرب من الصف وترجع تمشي تاني، ايه الحكايه؟ ايه حكايتك؟ ما تخافش تعالى، انا بسمعكم كلكم. انت عاوز تشترك في المسابقه؟ قال له يا مولاي، شايف النعامه اللي هناك دي؟ الاسد قال له فين؟ قال له النعامه اللي واقفه هناك دي. قال له مالها؟ قال له النعامه دي انا كنت بضايقها واي حاجه لازم اغيظها واعمل مشاكل معاها. قال له ازاي؟ قال له لما تبيض البيضه بتاعتها اقعد انا ادحرج البيضه بتاعتها، او اعمل بضوافري عليها عشان اخربشها، او ازقها لحد ما تتكسر. استغرب جدا الاسد، قال له بتعمل كده ليه؟ قال له مش عارف، انا كنت بحب اغيظها. قال له طب وبعدين؟ قال له كانت تقعد تجري، اروح انا انط فوق الشجره، او انط فوق الفرع، او انط فوق اي حاجه ما تحصلنيش ولا تعرف تمسكني، اقعد اضحك. قال له ليه بتعمل كده؟ قال له مش عارف، لحد ما في يوم من الايام انا واقف اتنطط من فرع لفرع ومن الشجره لشجره، رحت واقع في الميه في المجرى المائي عند الشلال. ولولا ان انا لقيت كام صخره مسكت فيها بضوافري كده، والميه كانت عماله تزق فيا، يعني كان ممكن انزل وانا عماله اصرخ واقول الحقوني الحقوني الحقوني، وماسك في الفرع، ماسك في الصخره عشان الميه ما تزقوش. مش احنا لما بنقع الميه بتبقى جايه كده، فالميه جايه عليه، فهو ماسك كده في الفروع في الصخره عشان ايه ما يجريش ويغرق، ما بيعرفش يعوم السنجاب. وانا عماله اصرخ لقيت النعامه جت. اول ما شفتها سكت، لان انا بضايقها وانا باذيها، انا باذيها على طول، فسكت. فهي بصت عليا ومشيت. فطبعا قلت عمرها ما هتعمل لي حاجه، لان انا بضايقها وبزعجها. شويه وقعدت انادي يا ناس الحقوني يا طيور يا حيوانات، محدش جه. شويه لقيت النعامه جايه وجايبه معاها فرع شجره تخين، وقعدت تزق وتقربهولي، تزق وتقربهولي لحد ما وصل عندي. فقامت مسكته جامد علشان اطلع عليه، اتزحلق وامسك فيه واقف عليه لحد ما وصلت عندها. فبصيت لها كده وقلت لها انت ليه انقذتيني؟ انت ليه انقذتيني؟ بصيت له كده وقالت له علشان ما تغرقش، انا كان لازم انقذك. قال لها طب ليه انقذتيني؟ ليه ما سبتنيش وانا كنت بضايقك؟ بصيت له كده ومشيت. فانا من يوميها وانا مش عارف اعمل ايه عشان ارد لها الجميل وانها تسامحني واعتذر لها، مش عارف اعمل ايه. فالنهارده عايزه اقول لكل الناس هي عملت ايه معايا وانا عملت ايه، وعايزها تسامحني. قام الاسد اتبسط جدا جدا ان السنجاب بيعترف بغلطه وبيعترف بالجميل اللي عملته معاه ايه النعامه. وقال بص للنعامه وقال لها انت ما عملتيش عمل جميل بس، ده انت عملتي عمل نبيل. العمل النبيل ان حد يكون بيضايقني وفي موقف خطر وانا انسى كل الحاجات الوحشه وانسى كل الحاجات اللي هو كان بيعملها لي، وامد ايدي واساعده وانقذه من اللي هو فيه، وانسى الاساءه وانسى كل التصرفات. عموما احنا دلوقتي لجنه التحكيم هنشوف مين، هل القرد اللي علم القرايه، ولا الزرافه والنعامه اللي نظفوا مجرى الميه، ولا الطاووس اللي عمل المكان الجميل اللي هنعمل فيه الاحتفالات، ولا الارنب والسلحفاه، مين فيهم اللي هيفوز؟ قعدوا الحكام يتشاوروا، قالوا هنعلن اسم الفائز. تفتكروا مين كان الفائز؟ النعامه. كل فرح جدا والكل سعد ان النعامه هي اللي كسبت الاجمل، لان الاجمل الجمال اللي هي عملته ما يتوصفش.
الجمال اللي هي عملته اكتر من انه يتوصف بجمال نوبل. دلوقتي احمد عايزاك تقول لي اكتر حد عجبك في القصه. نعامة. ليه؟ علشان نعامة انقذت السنجاب. وهو كان بيعمل فيها ايه؟ كان بيأذيها وهي رغم كده ايه؟ انقذته عشان ما يغرقش. برافو عليك. ندي الرماس. مين اكتر حد يا رماس عجبك؟ النعامة عشان هي نقذته ونسيت الوحش اللي كان بيعملها. وكمان كان بيأذيها وبيأذي عيالها اللي كانوا جوه البيضة، فهي نسيت كل ده وساعدته، معناها اللي أذى كان وحش قوي. برافو عليك. طيب في حد كمان يا اولاد حلو قوي قوي في القصه دي؟ السنجاب. السنجاب. طيب ليه يا ريماس؟ عشان السنجاب هيعترف بغلطه. برافو عليكي. وعايز يعرف كل اللي كانوا موجودين في الغابة بأن نعامة جميلة قوي في التصرفات. برافو وطيبة. عليك. أنا عجبني بقى كمان يا ولاد الأسد، إن هو حريص على أهل الغابة بتوعه إن هم يكونوا حلوين، وإن يكونوا دايما في سعادة، ويخليهم يشجعوا إن هم يعملوا حاجات حلوة. فلما تبقى الغابة وكل اللي فيها مبسوطين دايما بيبقى فيها تقدم وتطور وإيه وحاجات حلوة. في حد كمان عجبني. مين؟ الغراب والقرد. ما هو طبعا عشان هم بقى علموا بقى كل واحد، ما كل واحد فيهم فعلا كان جميل في التصرف اللي عمله، عشان كده الاسد شكرهم كلهم. كده خلصت حلقتنا في برنامج كاتب الكتاب.